مساء الخير أو صباح الخير أعزائي المشاهدين، على حسب ما بتشوفوني. أنا الصحفية مريم مختار. للناس الجديدة اللي لسه ما تعرفنيش، أهلا وسهلا بيكم، منورين الجروب ومنورين القناة. اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. لايك وشير وكومنت وسبسكرايب علشان نشوف ايه اللي حصل لأمين في سفاجة جنوب البحر الأحمر. والأجهزة الأمنية كشفت ملابسات العثور على أشلاء طفل يبلغ من العمر 13 عام في منطقة جبلية، وتبين أن الطفل مقتول وأن والده هو اللي قتله. الأجهزة الأمنية بعد عثورها على أشلاء جثمان الطفل أمين في منطقة جبلية، وتبين من التحقيقات أن والده اللي وراء قتله، لأنه هو اتهمه بسرقة بعض المتعلقات من ورشته. الأب عذب ابنه بصعق كهربائي أو صعقه بسلك كهربائي لحد ما فارق الحياة، وحاول إخفاء جريمته بأنه قطعه بصاروخ حديد، قطع جثمانه لأجزاء وأشعل فيه النار وحطه في حقيبة وألقاه في منطقة جبلية بمدينة سفاجة لإخفاء معالم جريمته. جريمة بشعة طبعا هزت مدينة سفاجة، حاجة تحزن القلب طبعا. الطفل كان غايب عن البيت لأكتر من 20 يوم، ووالده ما عملش بلاغ باختفائه، لكن كان بيدور عليه كده، كان يعني كنوع من بري الملامة. الأب كان بيمثل إن هو بيدور على ابنه وحريص إن هو يسأل عليه مع الناس، لكن مع الوقت تضاربت أقواله، بدأت الداخلية تشك فيه، وزوجته الثانية أدلت بمعلومات خطيرة عن تصرفاته. بعد جمع التحريات اتضح ان الاب غضبان من ابنه بعد ما اكتشف ان هو اخد حاجات من الورشة، فقد اعصابه واعتدى عليه بالشكل اللي شرحته لحضراتكم بشكل عنيف. طبعا حاول يضلل العدالة ويوزع جسمه في مناطق مختلفة علشان محدش يعرف طريقه. تم العثور عليه في جبل بين سفاجة والقصير، وتم القبض على الأب واعترف بجريمته، والزوجة التانية دلت على تصرفاته ولقوا آثار الشنطة المحروقة وأجزاء باقية من الجثمان، وتم توجيه الاتهام للأب وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. خالص التعازي لأسرته ولشقيقه أمير، ربنا يصبرهم ويعزيهم، وإن شاء الله حقه جاي. كانت معاكم مريم مختار.